السلام عليكم حبابي كاملين، اغلى واعز متابعين. نتمنىكم تكونوا دوزتوا العطله ديال العيد في احسن الظروف والاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. شوفوا يا خواتاتي الكريمات، هذه الدنيا العجيبه الغريبه كيف دايره معانا. الحاجه اللي نبغيوها ونقطعوا نفوسنا عليها ما تيسر لينا، ما تبغينا كتهرب منا، والحاجه اللي ما كنردوش ليها البال سبحان الله العظيم هي اللي كتيسر وهي اللي كتجي حتى لبين يدينا. كنبقاو كنكافحوا وكنجاهدوا وكنقتلوا في نفوسنا وكنتعصبوا على الحاجه هي راه ما باغيهاش لينا الله، وحنا كنبقاو مضاربين غير مع رجلينا ومع يدينا عليها. والحاجه راه الا ما بغاهاش لينا الله واخا نقطعوا السناسل ونطلعوا الجبال ونهبطوا للويدان، ما ميسراش. كون غير نعمروا قلوبنا بالله ونعرفوا ان كل شيء بيد الله، نفوضوا ليه الامر من قبل ومن بعد، ما كناش غنتعذبوا هذا العذاب كامل. ولكن حيت تفكيرنا قاصر وكنشوفوا غير عاد رجلينا ونفسنا الاماره بالسوء، كتبقى تحبب لنا التحديات وتحبب لنا اننا الاكراه في الحاجه. ولكن راهي لا ما بغاهاش الله ما بغاهاش، بلا ما الواحد يبقى يضيع في الوقت ويضيع في الزمان ويضيع في المجهود. ايوا هذه هي الدنيا، بنادم هو هذا والممنوع مرغوب، وهذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في الخلق، خلق الإنسان عجولا. شحال من حاجة ما بغيناهاش وهي بغاتنا وجرات لينا، وشحال من حاجة بغيناها وهي هربت منا. سبحان الله العظيم، الكمال لله. وهذا الشيء راه كينطبق حتى على بنادم اللي كتبغيه وديري بحسابه ما كيبغيكش ما كيتلفتش ليك، واللي ما كتبغيهش هو اللي كتلقاه كيجري وراك وتابعك. ايوا الخلاصه نكون غير نعمروا قلوبنا بالله ويكون عندنا شويه الايمان وبزاف ديال القناعه، ما كناش غنطيحوا في هاد المشاكل وفي هاد العذاب كامل. واللي كيرضى باللي قسم ليه الله وكيتقبله كيرتاح وكيعيش هاني. وما كيبقى في الهم غير اللي هز الهم، ديما كيهزها من تقالت وكيشوفها من ظلامت. الحاصل اللي كيامن بالله ومفوض امره كله لله راه عايش مرتاح، من غيره راه مهاني معذب في حياته صافي. لهذا الواحد يعيش النهار بنهاره ويخلي غدا لسيدي ربي. واللي تيسرت مرحبا، واللي تعسرت خليها في يد مولاها، هو اللي قادر ييسرها.
ايوا اللي نقول لكم، ضحكوا ولعبوا وفرحوا ونشطوا وهزوها من خفافت، راه ربي هو اللي قادر بكل شيء. واللي تيسرت مرحبا، واللي ما تيسرت مرحبا، خلوها في يد مولانا. المهم الانسان يعيش الحياه بالبساطه ديالها وما يبقاش يورك بزاف ويحكر على الحاجه، راه كل شيء في يد الله. انا بعدا راني تفقست بزاف مع واحد الامر كديره في بالي وما تيسرش ليا، تفقست عليه بزاف حتى ديتها طعنه في صحتي. داكشي علاش نصحتكم هاد النصائح هادي من اختكم اللي دايزه في التجربه، باش تستافدوا وما يعني ما يجراش لكم اللي جرى ليا. ديما الانسان يودعها في يد الله، ديما الانسان يخليها في يد الله. تيسرت مرحبا، ما تيسرتش فربي هو اللي قادر بها. هادشي اللي كنقول لكم ونعاود نقول لكم من وحي التجربه. ونتمنى ربي يفرحكم ويحقق لكم الاماني ديالكم، والحاجه الا بغيتوها وتلهفتوا عليها وما تحققاتش فقولوا لعله خير. ربي راه حبس بها شي حاجه خايبه كانت جايه لينا، او لا اجلها لينا لشي حاجه محسن. ديما الانسان يرضى بحكم الله وتكون عنده القناعه ويكون عنده الرضا بالامر ديال الله سبحانه وتعالى، راه ديما يعيش هاني ومرتاح. وكيف كيقول لي ولدي الصغير ديما، ولدي غير صغير مسكين، ودائما هاد الكلمه دائما في لسانه، لعله خير. فيما شافني مقلقه يقول لي يا ماما لعله خير، وفعلا راه هادشي اللي كاين. حيت بصح بزاف الحوايج حنا كنبغيوهم ولكن ما عندناش فيهم الخير، وبزاف الامور في ظاهرهم كيبانوا لينا خايبين ولكن عندنا فيهم الخير والخير الكثير. وهذا الشيء علاش ديما كيف قلت لكم فوضوا الامر الله، لان الله هو اللي كيعرف الخبايا والغيبيات. واللي بغاها لينا الله حتى حنا بغيناها، والله يفرحنا ويفرحكم، والله يبعد علينا وعليكم البلا والباس.